ازاي تيجي امريكا من سن ال 18 لل 26؟ فيزا الدراسة F1 سواء بكالوريوس أو ماجستير، ودي بتقدم عليها سواء أنت في ثانوية وعايز تبدأ البكالوريوس في أمريكا أو أنت أوريدي في بكالوريوس وعايز تكمل في أمريكا. ودي ليها طريقة ودي ليها طريقة، وهبقى سعيد أتكلم عليهم الحلقات الجاية لو ده هيفيدكم ولقيت اهتمام عليهم. برنامج الأوبر، تقول لي الاسم ده مش مريحني، هقول لك عايزك تسمع وتركز كويس. ده برنامج قليل جدا جدا اللي يسمع عنه، وده بيبقى لسن بين ال 18 لل 26. بيتيح لك تيجي امريكا تعيش مع اسره امريكيه وتساعدهم في البيت، سواء بيبي سيتنج او توصل اولادهم المدرسه او تذاكر لهم، وهم بيدوك مرتب. طبعا برضو ليه طريقه وخطوات هتكلم عليها في حلقات جايه باذن الله، ودي بتقدم لها J1 فيزا. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الفيز دي وازاي تقدر تقدم عليها والبروسيس كامله بتبقى عامله ازاي وايه اللي هيستناك لما تيجي امريكا هنا، متنساش تعمل فولو عشان يوصل لك كل جديد، وتعمل لايك وشير عشان نقدر نساعد اكبر عدد من الناس باذن الله. لسه اللي جاي خير. السلام عليكم.